شوفلوغ مع صوص طوماط راح تنسيكم في اللحم. وصفة سهلة خلاص. أول حاجة راح نحكموا القرنبيط تاعنا أو الشوفلوغ، نغسلوه مليح ونحطوا له شوية تاع الملح، ومن بعد نحطوه يفور ونغطيو عليه باش نضمنوا انه راح يطرى معانا مليح، وفي نفس الوقت محافظ على الشكل تاعو. من جهة تانية راح نهزو إناء نحطو فيه 3 بيضات كاملة، هذه الثانية وهذه الثالثة. مع شوية تاع الملح والمعدنوس مجفف اللي عندها يكون أخضر تحطو. نحركو مليح كيما راكم تشوفوا. هكذا، ومن بعد نجيبو الشوفلوغ تاعنا نحطوه في هذاك البيض، نحطوه بالعقل فقط بعد ما كان برد معنا شويه. بهذه الطريقه نقلبوه مليح ونحطوه في المقله. شوفوا هذاك اللون كيفاه مليح، وكي تقلع يولي احلى من هك. شوفوا كيفاه نقلبوه جيست هو يصفر وحنا نقلبوه. شوفوا اللون تاعو مليح، شوفوا هايل. نكملوا بقية الكمية ونحطوها على الورق الماس. فوالا. ولا اذا عندكم مناديل ورقيه تفي بالغرض كيف كيف. دوكا نروحوا لاصوص. اول حاجه راح نحطوا شويه زيت نباتي ونزيدوا لها البصل، سنينه تاع الثوم، الملح، ما ننساوش التوابل، ونحركو مليح بهذه الطريقه حتى ياخذ معنا اللون المحمر. شوفوا كيفاه ولا. في هذه المرحله راح نزيدوا له شويه طماطم مصبره اللي كنا حليناها في كاس تاع الماء دافئ، ونخليها طيب مليح. هنا زدت له شويه تاع المعدنوس باش يمدي هذيك النكهه تاع المعدنوس اللي تهبل هذيك في لاصوص. نحركو مليح ونعطيو له حقه في الطياب. شوفوا لاصوص تاعنا من بعد ما طابت هايله. الان راح نقدموها كما تحبوا انتم. انا هذه طريقه تقديم يعني عاديه سهله. نحطوا الشوفلوغ تاعنا ومن بعد نحطوا فوقه لاصوص. بهذه الطريقه راح نحافظوا على القوام تاع الشوفلوغ تاعنا. خير ما نحطوه في القدر ونبقاو نحركوا فيه. وش هي طيبه ان شاء الله يعجبكم. طبق